رجعنا مع سي طارق حول الاشكال هذا نتاع الفرقه الوطنيه رديت بالي المره دي الوطنيه للفنون الشعبيه اللي الاداره نتاعها تلقى اشكال قانوني. نتمنى ان الوزاره تتفاعل او في بالهم كان عندهم حق الرد مفتوح قدامهم الخط نتاعنا، عندهم حق الرد وما خص لو كان يتفاعلوا معنا ويقولوا لنا شنو اللي قدامنا. خاطر كما قال طارق ولد يفهم ده كل ما عندهم حاجه جديده يجي وقتها هو سي عماد ويقدموا البرنامج ويقدموا واحد نحكيوا عليها وكذا. ومعنا وفي الستينيه عملنا معنا خدمه مع بعضنا مع الايفام وكذا. معنا مش جديد عليه ان يجي يحكي على البرامج، لكن اول مره نلقاه في الاس او اس، نلقاه في جيش مع ويدوش معناها واللي توجعني طول عمري ايجابي وطول عمري نقدم توجعني شويه الحكايه هذه. وانا شخصيا بهت انا يقول لي راه من الاول راه من 4 راني كيما دخلت كيما نخرج ممكن بعد عامين ولا 3 ولا 5 سنين نخرج في الانتريت باش نلقى روحي نفس كيما دخلت كيما خرجت معناها حتى جرافو زياده معناها حتى اشلون زياده معناها اداريا معناها هذا مش معقول معناها للاسف الشديد. ان شاء الله على كل حال الكلمه نتاعتنا اليوم توصل الاذان الصاغيه، وكما قلت السيده الوزيره نتصور انها حساسه للموضوع هذا ان شاء الله. والله ان شاء الله انا تو كيما نقولوا نحط بين قوسين باش نسكروا تاع الاداره، خاطر ديما نحب نمشي حاجات ايجابيه. أيوة. ما نمشيوش. انا نوجه الساعه تحيه شكر وتقدير للسيده الوزيره واللي اكيد باش نتصل بها، هذا ما يمنعش. وقمنا بتهنيتها بعض الاصدقاء من الفرقه الوطنيه واللي كيما قلنا بنت الدومان واللي تعرف الموسيقى وتحس بالفنان. ان شاء الله يكون ملتقانا معها ان شاء الله ابتداء من الجمعه الجايه ان شاء الله نتصلوا بها. حبيت نرجع نعرج شويه على السيده عزيزة الله يرحمها ساعة اللي كانت من مؤسسي زادة من الفرقة الوطنية اللي كانوا مرجع نتاعهم اللي خذوا منها الخطوات في البدوي باش يكونوا وقت الراقصين نتاع الفرقة الوطنية في معنا زينة وعزيزة خذوا عليهم بالطبيعة. جاوا فترة معينة خذوا خدموا خطاوي قدام بناتنا جدد. دونك وقت اللي كانت وقتها خيرة ولا بنات الله يذكرهم كلهم هذوما كل ناس يقعدوا اساتذتنا وكل شيء اللي يقع تكريم بالمديرين بالمتصرفين الاداريين بالفنانين بالليمات الدولية نتاعنا في الستينية نتاعهم اللي كانت لنا ذي اللي تستحق. ديما نقول لك نرجع يا عبد الستار راهي الفرقه الوطنيه هو شعار، هي السفيره، هي الوطنيه، هي درب البلاد. اللي يغيظك اكثر هو انك حتى تكون في رئاسه مثلا مش يقع التوسيم انك ما تكونش من جمله الناس هذوما اللي انت تعمل في الهويه واللي انت تخدم على درب البلاد. تغيظك الحق وتوجع برشا. يعني احنا من النواحي الكل بتاع الاداريه والحق في التشريفات ديما ماناش موجودين ورغم الدائي والكل، لكن ذاك الكل نقعدوا ديما موجودين على الساحه الفنيه باذن الله ونكونوا للرايه التونسيه. واحنا الجنود نتاع تونس هذوما اللي اكيد نحكيو ديما على ثقافتنا واللي تعرف بالهويه. ونرجع لك اللي قلت المهرجان الدولي تاع كرتاج اللي كان يا اخي كان كيف كان الاقتصاد وكيف كانت السياحه من اطار تحت المهرجانات هذوك. تونس تعرفت باش تعرفت بالثقافه باش ولات فما علاقات سياحيه وعلاقات اقتصاديه وكانت التعريف بتونس وكل شيء من الناحيه هذه كانت موجوده. علاش احنا نقولوا راهو المهرجانات الدوليه للفولكلور بتاعنا راهو مهم برشا واحنا نتمناو انه يرجع. وان شاء الله كي تستقر الامور بتاعنا ان شاء الله ما دام اذا كان مازال في نفس باذن الله نقدموا هالمشروع هذا ونكونوا موجودين على قلب بمؤسسه مسرح الاوبرا في المشروع هذا ان شاء الله بتاع المهرجان الدولي. انا نعرفك ما تنجح حتى كان ما تعرفش على روحك وعلى معنى على اداريا، لكن نعرف حتى هذا ما ترقدش معناها لازم ايش عندك جديد ان شاء الله. هو جديد انا وعماد مازلنا البارح كنا نحكيو مع بعضنا على الفكره انه شنو احنا ماشيين ان شاء الله في مشروع جديد مانيش باش نقولوا عليه شنو نوع، لكن ماذا بين من المنبر نتاعك هذا نوجه لكل مغروم بالرقص بنات واولاد بالاعمار من 16 ل 20 سنه وبالتحديد نقولوا بالعمر هذا. علاش العمر؟ خاطر احنا باش نحلوا باب قدره ربي بتاع التربص لمده عام للمشروع الفني هذا باذن الله. معنى المشروع تطلبوا له متربصين عزه فك عليك من الاخراج من الواحد كل شيء يمشي هاني نبعثك انا انت نبعثك مش مهم يكون ما يعرفش الرقص التونسي، المهم يكون مغروم بالرقص. خدمتنا احنا باش نعلمك الرقص خاطر اكيد اللي الرقص التونسي ما هو سهل. لا والله خير كي يكون ما يعرفش حتى باش تعلموا علاقات باش نعلموا علاقات وبالعكس كما قلت لك خاطر احنا ديما قبل الوقت اللي نجيو نعملوا مثلا باش نطلبوا تجربه اداء نشوفوهم نعملوا كاستينغ نتاعنا
اللي ما يعرفش الرقص هو اللي ننجحوا به. أي. كيما نفس اللي صار عليا انا المدرب حتى وقت اللي خذاني كل شيء قلت له ما عندي حتى فكره على الرقص التونسي. قال لي هذاك شنو هذاك هي يحبك بلو هكاك ما تبديش تفلسف تعمل لي حتى شيء. انا نتلهي انا نوريك اش تعمل خدمتي انا اش نعمل. ولذا معناها فرصه معناها احنا جينا فيها سواس نشكيو لكن مع هذايا هو باش نحلوا باب جديد باش نقولوا ان الراغبين المغرومين بالرقص فما ستاج بالشعب الفرقه القوميه الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه في اطار مسرح الاوبرا مع شباب اللي 16 20 سنه من 16 ل 20 سنه. مش تبدا مغروم مش لازم تكون تعرف اما تبدا مغروم بالرقص العربي التونسي نتاعنا تتعلم تحب تتعلموا اجا الستاج هذا يتصلوا بكم بالطبيعه اكيد انا يتصلوا بي معروف على صفحتي الرسميه موجوده باسم طارق عماره او الصفحه الرسميه اللي عملها للفرقه الوطنيه بالسوري وبالعربي الفرقه الوطنيه التونسيه للفنون الشعبيه او تروب ناسيونال تونيزيان دي زار بوبيلار. هذوما الصفحتين اللي واحد اللي انا ذيك حاجه متشرف بها لي اكثر من توا 15 سنه اللي عملها صفحه اللي ولا فما ارشيف وفما حاجات لنرجعوا لها الفرقه نجموا ترجعوا لها لي باج هذوما تشوفوا حتى خاطر فما دي فيديو يوثقوا الاعمال هذه حلوه برشا. ونحب نقول جوست في الاخر بالكل قبل ما نعدي الوقت نعدي المصلحه الاخبار هو انه الفرقه القوميه الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه معناها نوع خدمه مثلا في الموسيقى خدمت مع ذوات كيما قلنا سي محمد التريكي سي صالح المهديسي فنانين كبار الله يرحمه سي حمد بن عثمان عبد الرحمن العيادي كبار اسامي كبيره فتحي زوندا خدمت مع فرق كبيره كيما فرقه الاذاعه واخيرا في الستينات خدمت مع الاوركسترا السيمفونيك معناها تلقى الاوركسترا السيمفونيك يعزف للفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه معناها حاجات ياسر حلوين واللي احنا ما نلقاوش رواحنا في كرتاج وفي الحمامات بعرض كيما ودوني بعرض كيما دبك طبل مانيش عارف الكره عند شكون ماناش اصحاب قرار. انا ديما نقول فما شبح يقعد يتبع ما تفهموش شكون صاحب قرار او الصدف كما نقول ورانا تابعه او الحظ ورانا تابعه فما حاجه غير عاديه لازم نبخروا نعملوا بخور عجعاجي كانون عجعاجي بالبخور توا هذا الوكس الكل يمشي ويجي كان الخير مستقبل الايام ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يا رب للفرقه الوطنيه وبالتوفيق لكم انتم سي طارق سي عماد وبقيه الاعضاء الفرقه. وتحيتي كبيره للشباب الفرقه اللي تعاملت معاهم ومحلاهم قداش متحلاهم وتربي ان شاء الله المستقبل. شكرا. نخلي المصدح للحوالي الطقس ثم اخبار ال11 وراجعين ما تبعدوش. IFM ميتيو. مرحبا بكم على IFM احلى راديو. اليوم الطقس باش نلقاوه يتميز بسحب عابره تتكاثف تدريجيا